كان زمان بتلاقي معظم الأماكن الحكومية زي الأحوال المدنية، الجوازات، أماكن التجنيد، لو بتخلص ورق أو حاجة بيقول لك خد الحبر وابصه. وبالنسبة للناس اللي بتشتغل في أماكن عامة زي المدارس، المستشفيات، مصانع، تلاقي دايما موظف مسؤول عن دفتر الحضور والانصراف. كل اللي بتكلم عنه ده هي أساليب لتحديد الهوية زي البصمة بالحبر أو الإمضاء في الدفتر. حاليا الكلام ده ما عادش موجود بنسبة كبيرة، في المستقبل هينعدم تماما. احنا حاليا بنتكلم عن البيومتريك تكنولوجي، التكنولوجيا اللي بتساعدنا نحدد بدقة نفرق ما بين الأشخاص من خلال علامات جسدية أو سلوكية. تعال بسيطها لك أكتر. احنا دلوقتي محتاجين نظام يساعدنا في تحديد هوية البني آدمين بدل النظام القديم ده، وده ليه؟ علشان بيساعدنا في حاجات كتير جدا. بيساعدنا نحافظ على أمان الأجهزة بتاعتنا، بيساعد الشرطة إنها تتعرف على المجرمين بشكل أسرع، بيساعد البنوك إنها تحافظ على حساباتك وتوفر لك وصول آمن ليها بسهولة، بيساعد المطارات، المصانع، أماكن الخدمات العامة إنها تسجل بياناتك بشكل أسرع. علشان كده بدأ المهندسين يفكروا في إيه التكنولوجيا اللي ممكن تساعدنا نعمل كل ده، وعلشان إنهم يبدأوا يصمموا تكنولوجيا تساعدنا إن إحنا نعمل كل ده، وكان المفروض يعرفوا إيه هي الحاجات الفريدة اللي موجودة في البني آدم وما بتتكررش من شخص للتاني، أو بمعنى أصح ممكن تحدد هويته. لقوا إنها بتنقسم لقسمين: فيزيكال وبيهيفيرال، جسدية وسلوكية. فيزيكال زي البصمة، أبعاد الوش، أبعاد كف الإيد، قزحية العين، وشبكية العين. بدأ المهندسين ياخدوا كل حاجة من دي ويصمموا ليها سوفت وير خاص بيها. الفينجر برينت مثلا بدأوا يصمموا ليها أجهزة بصمة، وأظن إن إحنا كلنا شايفينها، دي بتحدد الباترن بتاع البصمة بتاعتنا أو الصابع بتاعنا. الفيشل ريكوجنيشن بدأوا يصمموا ليه الجوريزم يستقبل صورة بني آدم، وبعدين بيحدد الوش، وبعدين بيحدد أبعاده ويسجلها عنده. الهاند جيومتري صمموا ليه برضه جهاز بصمة بيقدر إن هو يحدد أبعاد وتفاصيل كف الإيد. الايرس ريكوجنيشن جهاز بيسكان قزحية العين ويقدر يحدد الألوان والباترن الخاصة بيه. ريتينال ريكوجنيشن جهاز بيسكان الشبكية بقى بتاعت العين ويقدر يحدد الأوعية الدموية برضه بتاعتها. كل دي سوفت وير بتصنف بالنسبة لي فيزيكال بيومتري، بتقدر تحدد انت مين عن طريق علامات جسدية. عندنا كمان بيهيفيرال بيومتري، سوفت ويرز بقدر احدد من خلالها انت مين عن طريق علامات حركية او سلوكية، زي مثلا صوتك او خط ايدك. وخط الايد بالنسبه لنا بيتمثل في التوقيع بتاعك. بكده المهندسين قدروا انهم يحددوا معظم المميزات الفريده من نوعها في جسم الانسان او سلوكه، وبناء على كل اللي فهموه ده قدروا انهم يصمموا الجوريزمز تقدر تفهم الصفات دي. كل السوفت ويرز اللي اتكلمنا عنها دي هي اكبر امثله على اللي انا بقوله ده، وبالمناسبه كلها شغاله بنفس النظام. هتاخد بياناتك لاول مره وهي كده خلاص اتعرفت عليك علشان خزنت بياناتك دي في قاعده بيانات عموميه، ولو بعد 100 سنه هتعرف تحدد انت مين ولو وسط 1000 واحد. متنساش تعمل لايك للحلقه لو عجبتك، واشتراك في القناه لو بتحب تفهم مواضيع زي دي.